السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم عيش بالشوفان حلو جدا، هينفع معاكي في كل حاجة. ده ما شاء الله شايفين طري، تقدري تحطيه في الفريزر وتحفظيه بيقعد بالشهور معاكي. شايفين ما شاء الله تقدري تغمسي بيه اهو. شايفين الطراوة بتاعته. اهم حاجة اول ما يطلع على طول من الطاسة بتحطيه في فوطة وتغطيه كويس علشان يديك الطراوة دي. شايفين ما شاء الله العيش ده منقذ جدا. اول حاجه انزلي اشتركي في قناتنا وفعلي الجرس علشان يوصل لك كل جديد، وينزل لك كل وصفه احنا بننزلها على طول، وهنشوف اكلاتنا الصحيه اول باول. خدنا كوبايه من الشوفان هنطحنها في المطحنه. بسم الله. وده شكله بعد ما طحناه، كوبايه واحده بس. مش بحط ملح ولا اي اضافات، بنفس الكوبايه اللي خدنا بيها كوبايه الشوفان هنزود ميه شويه شويه، وما تحطيش الكوبايه كلها مره واحده. بسم الله. الشوفان طبعا معروف انه بيشرب ميه سوائل كتير. ندير شويه كمان من الميه. بسم الله. هو بياخد بس شويه وقت في التقليب، بس اهم حاجه يعني كل الحتت الصغيره دي لازم نفكها كده في السوائل. هي ميه وشوفان بس، ولا خلاط ولا اي حاجه. خلاص كده بعد تقليب الخليط كويس 5 دقايق، السمك ولا تخين ولا خفيف. شايفين ما شاء الله زي خليط الكيكه. واتبقى معايا من الكوبايه 3 معالق ميه بس، ممكن تحتاجيهم وممكن لا. يبقى كوبايه ميه كوبايه شوفان. بتحط الشوفان تطحنيه طحنه كويسه، وبعد كده تحط الميه شويه بشويه، وكده بقى جاهز معايا. بسم الله. اي صينيه موجوده عندك، تيفال او صينيه ألمونيا مفيش مشكله، انا جربتها في كل الحالات. مره تانية هبقى اعملها معاكم في الصينيه الألمونيا. بحط معلقتين وتوزعي حسب الرغيف اللي انت هتعمليه. بسم الله. كل ده احنا ما حطيناش حاجه على النار، وحاولي تسويه علشان يطلع مدور معاكي. نحاول نخلي الاطراف ما تبقاش رقيقه، يعني كلها زي بعض. خلاص كده ارفعها على النار، على نار هاديه. خلاص كده رفعناه على النار. النار بتكون متوسطه. بسم الله. هكون معاكم خطوه بخطوه حتى انتوا هتلاحظوا التغيير من اول ما نرفعه على النار على طول. شايفين ما شاء الله بيبدأ يشمع من الاطراف. العيش ده بيكون حلو قوي، بينفع في كل حاجه. شايفين ما شاء الله في ثواني بتحسي بالتغيير، وبيبقى رغيف في ثواني، يعني 5 دقايق وبيكون خلص. ومش هنحشه من على النار الا لما هتلاقيه فك لوحده، سواء حطاه في الصينيه التيفال او حطاه في الصينيه اللي هي الالومنيا العادي بتاعتنا. شايفين التغيرات؟ كده بيستوي. ما بياخدش 7 دقايق على النار. النار متوسطه. دلوقتي اول ما بيغير لونه هبتدي اهدي النار على الاخر لحد ما يفصل كده من الصينيه. هوريها لكم، وبعد كده هنقلبه الناحيه التانية ونهدي عليه النار. كده عدى عليه دقيقتين. شايفين بقى ما شاء الله اهو بيروح وبيجي في الطاسه اهو. هنقلبه بقى. بسم الله. ههدي عليه النار واسيبه دقيقتين علشان يكون ناشف معايا. شايفين؟ تعالوا هنا كده لسه فيه سوائل، فمحتاج ينشف شويه اهي. خلاص كده عدى دقيقتين. بسم الله. نقلب الرغيف شويه كده. كده خلاص. هسيبه دقيقه كده ويبقى جاهز معايا. بنجهز فوطة المطبخ وبنطولها شوية علشان هنغطي بيها العيش. بسم الله. كده بقى جاهز معايا اهو، ولا زيت ولا سمنة ولا اي حاجة.
الرغيف بتاعنا شايفين ما شاء الله استوى حلو قوي، تقدري تاكلي بيه كل حاجه. اول ما يطلع بنغطيه على طول. وهنعمل الرغيف التاني وهقول لكم ايه اللي هيقابلكم لما تكونوا عاملين كميه، وهنشوف مع بعض. اول حاجه هعملها همسح الطاسه بتاعتي واسيبها تبرد 5 دقايق. تاني خطوه الخليط. عقبال ما عملت الرغيف الاولاني لقيناه كده ايه يعني تشرب السوائل، شايفين؟ يعني لما تيجي تحطيه مش هيتفرد معاكي بسهوله. معلقتين الميه اللي احنا كنا سايبينهم هنزود شويه كده، متقلقيش خالص من الخطوه دي، وهنقلب فيه لحد ما يرجع ايه سايل زي الاول. بسم الله. سبحان الله الشوفان بيشرب سوائل بطريقه رهيبه. انا هنا زودت سنه صغيره كمان، اتبقى معايا معلقه. انا علشان عملت الكوبايه على رغيفين كبار، ممكن انتي تعمليها على 3 رغيفه او 4 رغيفه، فهتحتاجيهم برضو الميه، لان بين كل رغيف ورغيف العجينه نفسها بتتخن شويه زي ما انتوا شفتوا معايا. يعني كده جاهزه ان احنا نفرد، ومش لازم تستني الطاسه تبرد خالص. بسم الله. هنزل كل الخليط ده، بقيه الخليط كله. بسم الله. ابتدي بقى افرده. تفضلي توسعي فيها كده لحد ما يبقى معاكي رغيف. خلاص كده جهزنا الرغيف التاني. خلاص كده رفعنا الرغيف التاني على النار. بس الرغيف ده ما شاء الله كبير شويه، هقسمه على مرتين نصين وهحطه في الفريزر، مش بيجراله اي حاجه. انا ممكن اعمل كوبايتين شوفان، بعمل حوالي 8 ترغفه. الكميه ديت انا بعمل الكوبايه الواحده 4 ترغفه. معلومه مهمه للبنات اللي اول مره تعمل العيش بالطريقه دي، عيش الشوفان، تهدي النار من اول البدايه، وهياخد معاكي شويه وقت علشان العيش ما يبصش معاكي. فانت كده ايه بتهدي النار وبتستني عليه دقيقتين او 3 وهو بيفصل لوحده. انا بصراحه بعلي النار وبهديها وبخليها وسط. من البدايه كده انت بعد كده هتظبطي الرغيف بتاعك، بس انت من البدايه لو اول مره تعملي عيش الشوفان، وبكررها تاني، هتهدي النار من الاول لحد ما الرغيف يخلص للنهايه. وما تقلقيش خالص لو عمل تشققات، لان هو كده بيستوي. بسم الله. انا عايزاكي بس تاخدي بالك، هو بيفصل لوحده اهو، هو لسه كده ما فصلش من النص، هو بيبدا يفصل من الاطراف الاول اهو. بهدي عليه النار وبسيبه برده ايه ياخد وقته لحد ما يفصل خالص، لان كده الرغيف لسه ما اتحركش معايا الا من الاطراف، من الاطراف بس، اما في النص لسه ما استويش. اول ما نقلبه الناحيه التانية هنلاقي فيه كده ايه حاجات بسيطه من السوائل كده لسه ايه ما استواش معاه. بسيبه الناحيه التانية يتشرب السوائل شويه وبنقلبه تاني، وهكذا زي الرغيف الاولاني. خلاص كده خلصنا الرغيف التاني. بقى ما شاء الله شايفين ده اللي احنا سيبناه، شايفين ما شاء الله طري ازاي، حلو جدا. تقدري تغمسي بيه اي حاجه انت عايزه تاكليها، هو مستوي كويس جدا اهو. يا رب تكون وصفاتي عجبتكم. انزلي دعميني باللايك واشتركي في القناه علشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامه.